أستاذ فلوطي تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بداية نشكركم ونقدر المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية من أجل العناية بموظفيها. فاحنا السيد الوزير لما كنطرحوا هذه الإشكالات كنقولوا بأنه مازال خص الحوار يكون فيه مجهود أكبر، لأنه لما كتكلمنا السيد الوزير على مؤسسة الأعمال الاجتماعية ما نساوش بأن الموضوع لما تطرح منذ 2002 وجات مجموعة ديال القطاعات وزارية أخرى، نذكر على سبيل المثال مثلا سواء كانت الفلاحة، سواء كانت المالية، سواء كانت الصحة، ما نتكلموش على التعليم لأنه التعليم كان سابق، ومازال هذا الموضوع هذا واللي كيتعتبر وسيلة من الوسائل السيد الوزير لتحسين الوضعية ديال الشغيلة ديال القطاع ديال الجامعات المحليه. خصوصا حنا كنعرفوا السيد الوزير بان حوالي 60% من هذه الفئه هي تقريبا كلها من طبقات الدنيا والمتوسطه، وهذا القطاع ديالكم السيد الوزير هو كيشكل القطاع الثاني تقريبا على المستوى الوطني من حيث العدد ديال الاطر، من حيث العدد ديال الموظفين. النظام الاساسي كذلك السيد الوزير حتى هو الان امام الجهويه الموسعه وامام المستقبل ديال المجال الترابي لابد ما يكون نظام اساسي محفز لهذه الفئه هذه من اجل ان يكون هناك واحد النوع من تطوير الاداء ديال الشغيله باش تكون في المستوى ديال العمل ديال المستقبل ديال الجهويه الموسعه. كذلك التكوين السيد الوزير كنعتبروا بان التكوين الان كاين واحد النوع من التكوين ولكنه غير كافي من اجل يجعل هذه الشريحه من الموظفين ديال الوزاره قادره على استيعاب مختلف المعطيات المقبله مستقبلا. وشكرا السيد الوزير على المجهودات اللي كتبذلوها. شكرا لك السيد المستشار، ونشكركم السيد الوزير على مساهمتكم المكتفة معنا في هذه الجلسة، وننتقل إلى السؤالين الموجهين للسيد الوزير.